السلام عليكم بنات، واش راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير وتكونوا بيان. اليوم حبيت نبارطاجي معاكم هذه الوصفه. على بالي كان يقولوا لي راهي تشبه الطاجين جبن، بصح كل وحده والبنه نتاعها وكل وحده كيفاش طيب. ليسونسيال الى عجبتكم لا فيديو نتاع اليوم ما تنساوش تخلوا لي جيم او كومونتير وتشتركوا في القناه، واكيد ما ننساوش الصلاه والسلام على الحبيب مصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. كيما شفتوا راني مصورتها عندي شحال من رمضان هذه لا فيديو، بصح هذا وين جا الوقت باش نحطها لكم. درت في كاسرونه واحد الربع مغرف كبار نتاع الزيت، مغرف كبيره نتاع السمن، نص حبه نتاع بصل قطعتها ديموس صغار، شويه نتاع الثوم والحشاوش ثاني قطعتها ديموس صغار، نص صدر نتاع الدجاج ونص حبه نتاع الفلفل الحلو راح تمد لنا بنه في لاصوص نتاعنا. نقلي كلش مع بعضها مليح مليح، ومن بعدها نزيد لي زيبيس. عندنا رشه نتاع الفلفل الكحل، عندنا نص مغرف كبيره نتاع الكمون، ربع مغرف كبيره نتاع الكمون، وربع مغرف كبيره نتاع الكركم، والملح اكيد ما ننساوش. بعد ما يتقلاو مليح نزيد هنا الماء، وبعد ما يغلي لي الماء نزيد الحميصه، ونغطيها ونخليها حتى يطيب لي الدجاج مع الحميصه نتاعي. هنايا ديجا كنت قطعت الدجاج تاعي ديمورسو صغار باش يطيب لي بالخف. بعد ما طابت لي نص صدر تاع الدجاج تاعي جيت باش نرحيها، زدت لها مغرف كبيره فخوماج اتارتيني، وزدت لها حبه نتاع البيض. وجبت هذيك لاصوص اللي كنت طيبت فيها الدجاج نتاعي والحميصه، ديت منها نص كاس نتاع لاصوص، ومن بعدها حستها ناقصه شويه، عاود زدت لها ربع كاس، يعني كامل درت كاس غير ربع، وخلطتها. يعني تشوفوها ما هي جاريه ياسر، ما تكون ثقيله ما تكون جاريه، يعني تكون موايه. جبت البلان تاعي ندير الدجاج اللي كنت وجدته معاكم، درت يعني نص الكميه، ومن بعدها درت فخوماج تارتيني، ودرت الكميه اللي بقات لي من الفوق. انا حبيت نحشيها بالفخوماج تارتيني، الا ما عندكش قادره تستغني عليه كامل. ليسونسيال السمك تاعها ما يكون خشين ياسر، ما تكون رقيقه. هنايا عاود درت طبقه من الفوق وعدلتها، ومن بعد درت شويه برك من الفخوماج اتاختيني من الفوق، ودرت فخوماج رابي. ومن بعدها دخلتها الكوش على درجه حراره 200، شويه برك من تحت نشفت لي، ما تنشفوهاش مليح، يعني خلوها شويه تكون مشمخه. ومن بعد فتحت عليها من الفوق كوشه حتى خدات لي اللون الذهبي، وخرجتها ودرت لها الفخوماج تشيزي من الفوق كما راكم تشوفوا. بالنسبه لطريقه التقديم يعني تبقى دايما اختياريه للبنات. انا كنت قطعتها هاك مستطيلات، جبت طاجين اللي حنقدم فيه، حطيت فيه هذيك لاصوص نتاع الحميصه اللي كنت طيبتها معاكم، ومن بعدها نحط هذوك المستطيلات نتاع الدجاج نتاعي اللي كنت وجدتهم معاكم. والتزيين اكيد يبقى دايما اختياري، ولا طريقه التقديم. دوك نوريكم انا كيفاش قدمت الطبق تاع نهار اليوم. درت في الجوانب وفي الوسط الفريت، ودرت شويه نتاع القارص والحشاوش اكيد لانه يمدنا مظهر ولا منظر للطبق نتاعنا. وهنايا هاوليكم شوفوا بعد ما كملتو، يعني بنص صدر تاع الدجاج وانتيا درتي العشاء نتاعك ولا الفطور نتاعك، وجاي ميلونج بين الكغاتا وبين طاجين جبن، يجيك البنه نتاعو تهبل يا البنات، يعني تغيير. وهنا البنات وصلنا لنهايه الفيديو. الى عجبتكم ما تنساوش تخلوا لي جيم او كومونتير وتشتركوا في القناه، وشكرا.